كنت قاعد مع واحد صاحبي وبيقول لي الوديعة أحسن من الذهب، فأنا طبعا بما إني بتاع ذهب قلت له لا الذهب طبعا، فقال لي الوديعة أسهل وبريح دماغي. فقررت إن أنا أحسبها له وسألته أنت حطيت الوديعة إمتى بالظبط؟ فقال لي أول 12 في 2023، يعني من أقل من سنة، وطبعا هتتفك في 12 اللي جاي. فأنا قلت أضرب له مثلا على مليون جنيه، فلو حطيناهم وديعة في شهر 12 اللي فات وساعتها الفايدة تقريبا كانت ب 19.4%، فهو المفروض ياخد الفلوس شهر 12 اللي جاي بالزيادة 190 ألف جنيه تقريبا. طيب لو كان اشترى بنفس المليون جنيه بس دهب عيار 21 ساعتها كان ب 2800، يعني كان اشترى حوالي 357 جرام دهب. ولما نجيب بقى عيار 21 النهاردة تقريبا 3710، فلو باع النهاردة هياخد زيادة 325 ألف تقريبا. فاحنا بنتكلم ان الذهب عمل زيادة 32.5% في أقل من سنة. فحتى لو كانت الوديعة 25 أو 27% كمان، برضو الذهب مغطي كل ده. مع العلم ان اللي معاه دهب النهارده هقول له استنى ما تبيعش، ده كمان لو معاك فلوس زياده عن حاجتك اشتري تاني، لان الدهب احتمال كبير جدا يزيد الفتره الجايه، وممكن حرفيا نسمع ارقام خزعبليه، بس بشرط واحد ان الفلوس دي ما تبقاش محتاجها خلال 3 أو 4 شهور. الدهب استثمار طويل الأجل، والذهب زينة وخزينة، يعني ممكن تشتري أي حاجة لمراتك وما تخافش، فلوس ومتعانة. وبس كده، قولوا لنا انتوا برضو اشتريتوا ذهب ولا عملتوا زي صاحبي؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، سلام. يعني أنا صاحبك بتاع ذهب وفي الآخر تروح تربط وديعة؟ يا أخي حرام عليك.